أرض لا تشبه إلا نفسها، سحر من نوع آخر. أهلاً بك في الجزائر، بلد التناقضات الساحرة والقصص التي لا تنتهي. من الشمال تبدأ الرحلة، حيث العاصمة الجزائر، مدينة تطل على المتوسط بوجهها الأبيض. القصبة القديمة، شوارعها ضيقة كأنها تهمس بالتاريخ، ومساجدها تقف شامخة منذ قرون. إلى الشرق تصل عنابة، المدينة التي تعانق الغابات والبحر وتجمع بين الجمال الطبيعي والروح الأندلسية. ثم قسنطينة، مدينة معلقة في الهواء، الجسور تربط بين صخور شاهقة وكأن المدينة قررت أن تطير. وفي الغرب وهران، مدينة الفن والرعي، حيث تمتزج الموسيقى بالبحر وتجد للغروب نكهة خاصة. أما الجنوب فهو الحكاية الكبرى، الصحراء الجزائرية، بحر من ذهب، كثبان لا تنتهي، وسماء تسحر العيون. في تمراست وهقار ترى لوحات لا ترسمها إلا الطبيعة. هنا عاش الطوارق، وهنا صنعت أساطير الرمال. وفي المنتصف مدينة الجسور والشلالات، جيجل، غاباتها تتسلل نحو البحر، وكهوفها تروي حكايات من حجر وماء. ومن تيمقاد وتبازة إلى قلعة بني حماد، الآثار هنا ليست مجرد حجارة، بل قصائد من حضارات قديمة. الجزائر تطبع في الذاكرة وترسخ في القلب، كأنها وجدت لتبقى. هي قصة تروى من رائحة الخبز في الصباح إلى نكهة الشاي تحت سماء غافية، من قهقهات الأطفال وهم يركضون خلف كرة في ظهيرة صيف إلى ابتسامة طفل صغير لا تنساها أبداً. في أعراسها وأغانيها تحتشد الحياة وتزهر القلوب فرحاً. هي بلد لا تزوره فقط، بل يسكن فيك. الجزائر ليست وجهة سياحية فقط، بل أرض تأسر القلب والعين. لا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك. تابعونا لمزيد من المعلومات والحقائق.